هاد البنت هادي غادا تلقى راسها حامله من الاب ديال راجلها، ومنين عرف راجلها ما تخيلوش شنو دار في الاخير. واجي نعاود لكم اشنو وقع بالتفاصيل. هيا يا ناس، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة أشرف. هاد البنت هادي اللي كتشوفوا فيها سميتها صفاء، غادا تكون كتقرا بحال كاع البنات. شويه غادي يجي خطبها هاد الدري اللي سميتو معاذ، والخدمه ديالو كانت عسكري. وهاد معاذ ساكن حدا هاد البنت اللي سميتها صفاء، وكبرج قدام عينيه وكيشوف فيها واحد البنت بنت الناس، وتما بدات كتعجبو. ومعاذ مع شد بلاصتو في العسكر هو يجي يخطبها. وملي جا خطبها تشافقوا ملي معاذ يكمل شي اجراءات في العسكر يجي ويديروا العرس ويتزوجوا. وداك الشيء اللي وقع، ومشات ليام وجات ليام وتزوج معاذ بصفاء، وحياتهم كانت بخير وعلى خير، وكانوا كارين واحد الدار. ودازت مدة عامين وصفاء ومعاذ ربي ما عطاهمش الاولاد. مشاو عند الاطباء واللي قال لهم شي دواء خاصهم يشربوه كانوا كيشربوه، ولكن ما عطاهمش الله الاولاد، وفقدوا الامال وقالوا صافي ما جابش الله الاولاد، ما عندنا ما نديروا بهم. وكملوا حياتهم عادي. ومع مرور الايام معاذ غادي يحولوه من المدينه اللي كان فيها، وقالوا لي خاصك تمشي باش تخدم في واحد المدينه بعيده. وهنا مرتو صفاء ملي قالها لها معاذ ما بغاش تمشي من المدينه اللي هي فيها، وقالت ليه خليني غير هنا، وانت لا بغيتي تمشي سير، ومنين تبقى تشد الكونجي بقى تجي عندي. وهنا معاذ قال لها غادي نخليك على خاطرك وما يكون غير خاطرك. وقال لها انا عندي لك واحد الطلب وبغيتك ديري لي خاطر. وهي تقول ليه صفاء قول لي انا كنسمع. هو يقول لها معاذ هاد الدار اللي كارين انا وياك غنطلقوها باش نوفروا الفلوس اللي كنخلصوا بها الكرا، وانتي غادي تمشي تسكني مع الاب ديالي دار ديالو، راه ساكن غير بوحدو وتا هو باغي اللي يونسو. منها غتونسيه ولا بغى شي حاجه تمديها ليه، ومنها الفلوس اللي حنا كارين بها هاد الدار هادي نوفروها ونجمعوها حتى حنا مع الوقت نشريو دارنا. وهي تقول لي صافا حتى انا متفقه معاك وما قلتي عيب. معاذ خرج وهو يشوف واحد الهوندا وجابها، هزوا فيها كاع الرحيل ديالهم ومشاو لدار بواه. ومنين وصلوا لدار بواه دخلوا واختاروا واحد البيت وقادوا فيه الفراش ديالهم، وكان هذاك هو البيت اللي غادي تسكن فيه صفاء. ومنين يجي معاذ غادي يلقاها فيه. وبعد يومين معاذ مشى في حاله باش يخدم، وبقات صفاء مع الاب ديالو. السيمانه الاولى دازت عادي، والسيمانه الثانيه حتى هي دازت عادي، ولكن السيمانه الثالثه الاب ديال معاذ اللي سميتو المختار ولا كيشوف شي شوفات ماشي شلهيه في صفاء. وبدا المختار كيبغي يتقرب لصفاء، ومره كيقول لها شي كلمات زوينين، وصفاء بدا الشيطان كيلعب عليها. المراه اللي كتكون بعيده على طريق الله وما شاداش طريق الله وكيكون ضاربها الشيطان دغيا كتضعف لشي راجل، ما يهمهاش تكون بات راجلها ولا خو راجلها، المهم انها ترضي الرغبات ديالها. وهذا الشيء اللي وقع. صفاء طاحت في الشبكه ديال المختار حتى وقع الغرام، وولا المختار وصفاء كل ليله كيديروا علاقه بحال شي راجل ومرته واخدين راحتهم في الدار. ومعاد مسكين في الخدمه ديالو وفي دار غفلون مرتاح من جيش مرته مخليها مع بواه، ما عندوش علاش يخاف. ولكن كان خاصو يخاف حيت الشيطان ملي كيحضر وملي كيدخل بين الناس ما كيبقاش بنادم يفرز بين الحلال وبين الحرام. ومعاد من كثرش ما كان كيبغي صافا كان كيتيق فيها واحد الثقه عمياء ما كيشكش فيها ولو شويه. وبعد مرور ايام يا سيادي غادي يجي معاد، كان عنده واحد الكونجي صغير وجا باش يطمن على مرته صفا ويشوف باه المختار. جا هو يسلم عليهم وداروا ليه في وجهه ديك الضحكه الصفراء، واخا هما قلبهم فيه الغدر والخيانه. ومعاد مسكين غير نيه وما عارفش شنو واقع. المهم جا الليل ومعاد دخل لبيتو بحال اي راجل بغى يتقرب من مرته، وهذا الشيء راه حقه وحلال 100%. ولكن هنا صفاء بدات كتهرب منه وكتعطيه شي اعذار، وقالت ليه راني فيا العاده الشهريه، يعني ما يقدرش يقرب لها. ومعاد مسكين تيق هاد الكذبه ونعس. وجا الصباح فطروا وداز النهار كايام الله العاديه. المهم معاد مسكين بقى صابر تكمل الكونجي ديالو بلا ما يقرب المرته اللي هي حلال ليه، وجمع حوايجو ومشى رجع لخدمته. وهنا صفاء ما بغاتش معاد يقيس حيت صفاء عرفت راسها انها حامله. ومنين مشات قالت للمختار راني حامله، المختار ما عجبوش الحال وقال لها طيحيه. وهنا صفاء ما عجبهاش الحال وطلع ليها الدم، وقالت ليه انا قبلت نخون راجلي وقبلت ندير معاك الحرام غير باش نجرب احساس الامومه ونكون انا ونسمع كلمه ماما، وانت دابا جاي كتقول لي طيحيه. وهاد الولد ولا البنت اللي في كرشي غادي يبقى فيها حتى نولدو، واخا نعرف نموت انا وياه ما غاداش نطيحو. وفين ما كان كيجي معاد كيبغي يتقرب ليها كيف قلت لكم كتلقى لي شي عوض، مره تقول لي ما قاداش، مره تقول لي فيا حق الشهر، مره تقول لي حقا ما عندي كانا. كل مره كانت كتلقى لي كذبه. ومسكين معاد كيف قلت لكم مع كيبغيها كان كيتيقها
وكيدوز ليها، ودازت مدة 6 شهور. وبعد 6 شهور الكرش ديال صفاء بانت، ومنين جا معاد وسولها وبانت ليه الكرش، غادي تقول ليه راني شربت واحد الفانيد ديال الغلط هو اللي نفخ ليا كرشي. ومعاد جاتو غريبه هاد القصه اللي قالت لي، او فانيد ديال الغلط غادي ينفخ لك غير كرشك، ما غينفخ لك شي حاجه اخرى. ومنين سولها على شنو سميت هاد الفانيد باش يمشي يسول الفورماسيان علاش دار لها هكا، قالت ليه راه لحشو وما عقلتش على سميت. وهنا معاد بقى داخلو واحد شويه ديال الشك، ولكن مسكين حيت كيشيق فيها ما بقاش مركز معاها وما بقاش كيحكر، ودوز معاها عاوتاني سيمانه ديال الكونجي ومشى رجع لخدمته. ومنين مشى لخدمته الشك بغى يقتلو وبقى راسو دار. المهم واحد النهار معاد غادي يمشي للدار بلا ما يعلم صفاء، بلا ما يعلم حتى شي واحد، بغى يديرها ليها مفاجاه. وكون غير ما جاش، حيت ملي غادي يوصل للدار وغادي يدير الساروش في الباب وغادي يحل الباب، غادي يسمع الصوت ديال الاب ديالو مع مرته صفاء كيضحكوا وكيهضروا في الدوش. ومعاد بديك الجهله بدا كيدق في الباب وكيردخ في الباب ديال الدوش، وهما مبغاوش يحلوا ليه. بدا كيضرب في الباب برجلو باش يهرسو يدخل عليهم، ولكن الباب كان صحيح وما قدرش يدخل عليهم. ومعاد مسكين من كثرة الفقصة والغديد غادي يدخل الكوزينة وغادي يهز واحد الموس وغادي يضرب يدو. ومسكين معاد بلا ما يحس وبداك العصاب اللي كان فيه ضرب واحد العرق، وتما غادي يغيب وغادي يطيح في الكوزينة وبقى كينزف، وحتى شي واحد ما جايب ليه الخبار. والاب ديالو المختار ومرته صفاء مازال مخزونين في الدوش عريانين خايفين يخرجوا ويشوفهم في ديك الحالة. هما مخزونين في الدوش وخايفين يخرجوا، ومعاد مسكين طيح مغيب وكينزف في الكوزينة. والوقت كيدوز ودازت 3 سوايع ومعاد مات، حيت ديك الكمية اللي خرجت منه ديال الدم كانت كافية انها تصيفطو عند الله، الله يرحمه. والمختار وصفاء بعد مرور 3 سوايع وهما مخزونين صافي خداو قرار انهم غادي يخرجوا واللي ليها. ومنين خرجوا كتبان ليهم الدار خاويه، معاد ما كاينش. ومنين صفاء كانت غاده لبيتها باش تلبس حوايجها وتهرب، وهي غاده لبيتها غاده تدوز على الكوزينه، مع غدور وجهها الكوزينه غادي يبان ليها معاد طيح وحداه واحد الكميه ديال الدم، وحداه موس طيح في الارض. وهنا عرفت ان معاد قشر راسه. والمختار جاب الزربه باش يشوف، مع شاف داك المنظر بقى مصدوم وواقف في بلاصه، وكان كيشوف ولده الوحيد قشر راسه وهو اللي سبابه انه وصل لهذا الحال. غدروا وطعنوا في شرفه حيت شاق فيه وخلى معاه المرا ديالو. والمختار هنا غادي يدخل لبيتو دار قنبه وتا هو شنق راسه. اما صفاء دخلت في حاله صدمه واكتئاب، وشحال وهي كتعالج في مصحة الامراض العقليه. ومنين ولات شويه بخير قدراش انها تعاود لنا هاد القصه هذه. وقصتها كانت فيها واحد الرساله اللي هي عمركم تخليو الرغبات ديالكم تحكم فيكم وتوصلكم لبحال هاد الشيء اللي وصلت ليه هي، وتوقعوا في خطأ وتظلموا معاكم ناس كيبغيوكم وكانوا كيحبوكم بوفاء وقادرين يديروا على قبلكم اي حاجه. وهي دابا كتمنى غير الله يسمح لها، حيت عارفه ومتاكده ان معاد عمرو غادي يسمح لها، حيت بصح بغاها وكان كيبغيها ومات وكانت هي سبابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم في قصة جديدة.